السلام عليكم. التسريب الجديد اللي بيقوله الضابط ماجد عثمان ضابط الامن الوطني غير اي تسريب فات. يمكن ده تالت تسريب بيطلع ليه وبيتكلم فيه مع ولي الامر، بيتكلم مع السيسي، بيتكلم مع الضباط نفسهم، بيوجه رسائل مهمه جدا محدش يقدر ينكرها من داخل الداخليه. بيتكلم كواحد كان في قلب الجهاز، اشتغل باوامره وشارك في اللي بيحصل فيه. بيقول شهاده حق وشهادات خطيره. يلي كنت مش مصدق ان الظلم موجود في مصر، يلي مش عارف لغايه دلوقتي البلطجيه ليه منتشرين في كل مصر، يلي مش عارف ليه حوادث السرقه بتزيد، يلي كنت بتقول دي فتنه وانا ماليش دعوه بيها، يلي طول الوقت بتقول طب فين الدليل؟ الدليل بيجيبوا الضابط ماجد عثمان، واحنا بدورنا بننقله لحضراتكم بمنطق وشهد شاهد من اهلها. الضابط ماجد عثمان دلوقتي بيقول لك في هذا التسريب نصا كده، بيتكلم عن وسائل التعذيب المتبعه داخل السجون، سجون السيسي، وبيتكلم انه لما بيتجاب واحد عشان يتحقق معاه بيتقال له كده بمعنى اصح ما حدش بيكلمه اصلا، بيتم تعليقه، بيتكهرب، بيتهتك عرضه، وبسبب الكهرباء بيتكلم ان في ناس ماتت، في ناس اتجننت، في رجال فقدوا يعني الرجوله بتاعتهم تماما، وبيقول ان ده حرام، وبيتكلم كده بكل وضوح ده ظلم وده حرام. وبعدين بيوجه كلامه للسيسي، بيقول له انت كولي امر، بيتكلم مع السيسي نفسه، انت المسؤول الاول عن كل ده، والضباط الصغيرين بيأتمروا بهذه الاوامر وبينفذوها. فراح وجه لهم هم كمان الكلام ده لان هم الادوات بتاعه التنفيذ، تنفيذ الاوامر. بيقول لهم بصراحه اتقوا الله، لو اتحطيت في نفس الموقف ما تعملش اللي كان بيعمله اي ظالم تاني، ما تعملش زي اللي انا عملته. انا مش بقول لك اطلع واتكلم وافضح اللي موجود، لكن على الاقل ما تشاركش في الظلم اللي بيشارك فيه ضباط امن وطني. وضابط ماجد عثمان كان واحد منهم وكان متابع ده. بيتكلم كده وبيوضح انه ازاي بيتم التحقيقات وازاي بيتقلل الضابط روح هات بودره ولا روح هات آلي علشان يتم تلفيق التهمه اللي بيتم التحقيق معاه. وبيتكلم كمان عن بعض الحالات اللي هي فيها اتهامات بالارهاب، والشباب اللي اتجابت من الجوامع عشان بيحضروا درس، ويقول لك في الاخر بيتقال له ده منتمي لجماعه ارهابيه. عرفتوا الكلام ده بيتقال على مين؟ بيتقال على الناس اللي هي النهارده بتعمر مساجد رب العالمين. الظلم البين اللي بيتظلموا واللي اتظلموا شباب كتير، واتكلم ان ازاي عائلات اتكسرت وانتهت واتدمرت بسبب هذا الظلم اللي بيشارك فيه ضباط بنفسهم. وهو بنفسه بيقول ان ده خراب للبيوت، بس مش بس بيوت الشباب اللي خربتوا بيوتها وجبتوهم المساجد واتهمتوهم التهم دي، ده كمان البلد كلها والبيوت في البلد كلها هتبقى ضحيه لكل هذا الظلم. لان بيقول ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الجميع مهما اي حد حاول يهرب من الحقيقه. واللي فاكر نفسه انه ممكن يستر نفسه بالزي ولا بالسلطه، ربنا سبحانه وتعالى هيقتص منه شاء من شاء وابى من ابى. واللي ما تحاسبش في الدنيا ده هو اللي لازم يقلق، لان حساب الاخره اشد. الكارثه الاكبر بقى في هذا التسريب انه بيجي النهارده بعد ما شفنا في الايام الاخيره تحديدا خبر وفاه اكتر من 6 من الشباب داخل سجون مصر بسبب التعذيب، وطبعا قبلهم الاف والاف. لكن خليني اضرب لكم مثال بهؤلاء الشباب اللي يعني تم تصفيتهم، ربنا يا رب يرحمهم ويصبر اهاليهم. قصه الشاب حازم فتحي المواطن البسيط اللي مشكلته واضح انه كان عنده شويه كرامه، رفض يرضخ لابتزاز ضابط فاسد، فدخل هذا الضابط دخل يبلطج عليه، فحصلت مشاده بينهم، اعتقلوه وعذبوه 5 شهور كامله، وفي الاخر قالوا ان هو مات. رفض الراجل ينكسر قدام هذا فساد الضابط ده، فكانت نتيجته ايه؟ الموت. محدش بيحاسب حد. المواطن الثاني وليد احمد طه، ده كان موظف في بنك، برضه تم تصفيته داخل جدران قسم ثاني شبرا الخيمه بعد ما احتجزوه عده ايام بشكل غير قانوني. وليد يا جماعه ما كانش مجرم ولا تاجر مخدرات ولا ده كان مجرد مواطن رفض انه يبيع حقه. القصه بدات بانه اتشاجر مع واحد من جيرانه، ولكن لان الجار ده ليه شقيق امين شرطه، يعني اخوه امين شرطه، فتحولت الخصومه لايه؟ لانتقام. ورفضوا الضباط الاسم، ضغطوا عليه عشان يتنازل عن المحضر اللي مقدمه، لكن هو رفض انه يتنازل عن حقه. فكانت النتيجه ايه؟ احتجاز وظلم وتعذيب، مجامله لامين الشرطه، بيجاملوا الراجل على حساب حياه انسان، والنتيجه ان وليد كمان مات. الضباط حتى امتنعوا تخيلوا عن تحرير محضر بوفاته، وكانه خلاص حياه الانسان في مصر ملهاش قيمه. شفتوا الظلم عامل ازاي؟ شفتوا الظلم وشفتوا كل حاجه متترتب على بعضها ازاي؟ كل دول والاف غيرهم مظلومين سابوا رساله للعالم كله ان مصر فيها سجون صدنايه مش سجن واحد. والضباط اللي ما اتعظوش من اللي حصل للضباط واللي حصل معهم في سجن صدنايه، في الحقيقه اذا ما اتعظوش ولحقوا يتوبوا، ودي كانت كلام الضابط ماجد عثمان، الحقوا توبوا، هتكون نهايتهم والله اسوأ من الضباط اللي شفنا مصيرهم في سجن صدنايه. كل دول شهود على بعض. ماجد عثمان ختم كلامه بقى بحاجه خطيره جدا، بيتكلم فيها النهارده عن معاني قيم. عشان بس اللي قال لك ده مريض نفسيا، هو في مريض نفسي يا ظلمه؟
هيطلع يقول هذا الكلام بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب، بهذا الفهم، بهذا الوعي؟ ده راجل عنده قلب، بيكلم كل من لديه قلب. ده لسه بيوجه كلام للضباط زمايله، قلبه عليهم، والله خايف عليهم. وانا بدوري بنقل لكم كمان وبقول لكم اسمعوا الكلام ده، لانه مش كلام عادي ولا كلام بسيط. وبيقول لكم الانسان اللي ربنا كرمه ما تهنوش انت ايها الضابط، ما تهنوش، لان زي ما علقت فلان وعريت فلان وعذبت فلان، ربنا سبحانه وتعالى هيقتص منك. وبيقول للناس كلها التغيير جاي جاي، وبيتكلم عن مصر تحديدا. شوفوا يا جماعه بقى، وانا وهنا بصراحه وقفت واتسمرت وانا بسمع هذه الكلمات منه. هو بيتكلم عن مصر اللي لما حالها بيتعدل العالم كله. والله ده الكلام اللي بنقوله على طول. هذا الضابط التائب بيكرر نفس الفكره، ان مصر اذا تحررت فلسطين والعالم الاسلامي كله هيتحرر. اتسمرت لاني افتكرت كلام البطل اللي طلع وكلمنا من اسابيع قليله ويقول لنا انا خاصمكم قدام ربنا سبحانه وتعالى. واضح ان البطل في اللحظه دي وهو بيتكلم بهذه اللهجه اللي فيها اخلاص، كان دعوته مستجابه، وصل كلامه لرب العالمين. وادي هو اخذ بكل، اصلهم اخذوا بكل الاسباب خلاص، واقام الحجه على الجميع. وبعد كده رمى حمله بقى على رب الاسباب، حطينا كلنا قدام المسؤوليه. فبدات بقى زي ما فتوحات ربنا تظهر بقى، يعني وكأن ربنا بيستجيب لكلامه هو اللي طالب فيها ناس. انتوا كلكم احنا مظلومين وبنتعذب وبنتظلم ومحاصرين وبنتجوع، فارجوكم شوفوا هتعملوا ايه، لان احنا كلنا امانه في رقبتكم. فيطلع من مصر هذه الفضائح دي بشارات نصر والله، مش علشان بس فضايح وحد يقول بقى انتوا عايزين الفضايح. لا، دي مظالم، دي مش فضايح يا جماعه، دي مظالم بتظهر، عشان لما تظهر تكون حجه على كل اللي سمع، واللي ما اتعظش يبقى خلاص ذنبه على جنبه، هو موافق على الظلم او ساكت عنه. والنهارده الضابط نفسه ماجد عثمان بيقول لو انت مش قادر تعمل زيي وتتكلم وتفضح اللي بيحصل، على الاقل ما تشاركش في الظلم ده. ما تسمعش كلام ضابط تاني جاي النهارده علشان يقول لك زي ما قلت لكم كده، لفق تهمل ده واعمل وعذب ده، وفي الاخر يموت تحت ايدك. على الاقل ما تشاركش في ده. وبفكركم وبفكر كل اللي بيسمعونا بكلام نتنياهو اللي النهارده هدد بيه مصر نفسها. كله يا جماعه مترتب على بعضه، ركزوا، لانه المساومه اللي اتعملت مع المسؤولين والخناقات اللي حصلت، ساوموهم، قالوا لهم سينا قصاد الميه اللي نازل فيها مين عنها؟ السيسي لما راح مضى على اتفاقيه المبادئ. فالنهارده المساومه شغاله والحرب شغاله والظلم بيكبر وبيكبر وبيعلى، وان شاء الله هيسقط قريبا، وكل دي دلالات سقوطه. قالوا لنا يا سينا يا الميه، واحنا بنقول لهم سينا لا يمكن تتسلم ان شاء الله، والميه ده حق مصري، ومحدش يساومنا كمصريين. اللي بيحصل ده يا مصر ويا مصريين مش صدفه. مصر طول عمرها هي في المعادله، ومصيرها من مصير فلسطين، مربوط بمصير فلسطين. محدش بقى يحاول يهرب من الحقيقه دي. بصوا يا جماعه، التسريب، نرجع لتسريب ماجد عثمان. التسريب ده مش حاجه عاديه، ده حجه جديده بتقطع العذر قدام اي حد لسه بيدعي انه مش فاهم او بيحاول يهرب من الحقيقه. هي دي رسالتي اللي ببلغها لكم نيابه عن الضابط ماجد اللي بيوصل لكم رساله. انا بس حبيت ارتب لكم الكلام واربط لكم الامور ببعضها علشان نفهم ايه اللي بيحصل، ولعله لسه في انسان او ضابط او بني ادم ممكن يكون بيركن للظالمين لسه عنده فرصه انه يرجع ويتوب ويبرأ امام رب العالمين، على الاقل يبطل ظلم. فربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلوبنا من اخلاص فيغير مبحالنا كمصريين، وبالتالي حال الامه كلها يتغير. وانا شايفه ان شاء الله ان ده قرب جدا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وخلص الكلام، وبعد ما خلص الكلام هقول سلام. جوار، حق الأسرى على الأحرار.